قبل ما نبدأ الفيلم بنصحك يا عزيزي المشاهد تكمله للآخر لأن النهاية غير متوقعة خالص. يبدأ الفيلم بجيمس، واحد من رجالة القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، وبيكون عايش حياة سعيدة مع مراته براين، وعنده ابن صغير بيحبه جدا عنده 8 سنين. بيبدأ جيمس في إعادة التأهيل والتعافي من الإصابة اللي في ركبته، واللي اتصابت إصابة خطيرة لما كان بيقاتل في أفغانستان. بعدها بكام يوم بيستدعوا القادة العسكريين جيمس، وبيبلغوه انه انفصل من الجيش لاسباب طبيه. مش بس كده، ده كمان ملوش اي تعويضات او اي مكافأة نهاية خدمة، لانهم صرفوا عليه كل الفلوس دي في علاجه. بالرغم من ان جيمس بيكون صعب عليه جدا انه يسيب الجيش، الا انه ما قدرش يعمل اي محاولات عشان يحافظ على منصبه. بعدها بيرجع جيمس للبيت وبيعرف مراته انه اتفصل من شغله وما خدش اي مكافأة نهاية خدمة. وبيبان على جيمس انه متوتر لانه مش معاه مبلغ كبير يقضيهم للشهور اللي جايه، في نفس الوقت عليهم فواتير كتير ما دفعوهاش. لكن براين بتحاول تهديه وبتطمنه ان كل الامور هتبقى كويسه وانهم اكيد هيلاقوا حل مع بعض. في نفس الليله بيكون جيمس بيصلح سقف البيت، وبتعرفه براين ان صديقه المقرب ميسون مات منتحر. وبنعرف ان ميسون كان الصديق المقرب لجيمس في الوحدة العسكرية، واللي فصلوه من الجيش بنفس الطريقة من كام شهر. فبتكون براين خايفة جدا ان جيمس يعمل حاجة في نفسه، فبيحضنها وبيأكد لها ان عمره ما هيسيب عيلته ابدا، خاصة في وقت صعب زي ده. تاني يوم بيحضر جيمس جنازة ميسون، وبيقرب منه راجل اسمه مايك، واللي بنعرف انه كان رئيس جيمس السابق في الوحدة العسكرية للقوات الخاصة، لكنه ساب الجيش لنفس اسباب جيمس. بالرغم من كده فضلت العلاقة بينهم كويسة، وعشان كده بيعزم مايك جيمس عشان يتعشى معاه هو واسرته، خاصة انهم ما تقابلوش من فترة طويلة بسبب انتقال مايك لمكان جديد في الجيش. بالليل بيروح جيمس البيت مايك علشان يتعشى معاهم، وبيحكوا سوا عن تفاصيل حياتهم الشخصية. بعد العشاء بيتفرج مايك وجيمس على ماتش كورة وهما بيتكلموا، وبيعرفوا مايك انه شغال في شركة خاصة بمرتب اعلى، فبيطلب منه جيمس انه يساعده عشان يشتغل معاه في الشركة، لان في الوقت ده بيكون جيمس لسه ملقاش اي وظيفة جديدة، وكمان جاله اختار اليومين اللي فاتوا ان عنده فواتير كتير لازم يدفعها للبيت. تاني يوم بياخد مايك جيمس وبيعرفه على رئيس الشركة اللي شغال فيها، واللي بيكون اسمه روستي، والراجل ده هيبقى هو المصيبة اللي في آخر الفيلم. وقبل ما يوافق على تعيين جيمس بيعرفوا إن معظم مهمات الوظيفة دي خطر للغاية، لكن بسبب ظروفه المالية ما بيكونش جيمس قدامه أي خيار غير إنه يوافق على الوظيفة ويتحمل كل المخاطر المحتملة. من خلال كلامه مع روستي بنعرف إنه كان عسكري في الجيش زي جيمس، لكنه قرر يستقيل ويبني شركته الخاصة. وبقول له كمان إن كل المهام اللي بيعملها في شركته بتكون بإذن ودعم مباشر من الحكومة، وده عشان جيمس ما يكونش قلقان إنه يتقبض عليه وهو بينفذ مهماته. وفعلا بيشتغل جيمس معاهم، وبيكلفوا روستي بالمهمة الأولى، وهي إنه يسافر لبرلين لأسابيع علشان يتجسس على شخص هناك. لما بيرجع البيت بيعرف جيمس براين إنه لقى شغلانة جديدة بفلوس كويسة، لكنه مضطر إنه يسافر بره البلد لمدة أسبوعين، فبتضطر مراته إنها توافق. تاني يوم بيروح جيمس لبرلين بالطيارة، وبيقعد في فندق بيستضيفه هناك مايك. بعد ساعات من وصوله للفندق بتدخل عليه ست اسمها كاتيا، وبتعرفه بنفسها وانها شغالة مع روستي، وبتطلب من جيمس انه يتجسس على عالم بيولوجيا اسمه سالم، واللي متعاون مع تنظيمات إرهابية علشان ينتج لهم سلاح بيولوجي. بالليل بعد ما بيجهزوا كل المعدات المطلوبة بيروح جيمس على الفور عشان ينفذ مهمته الأولى، وبيبدأ يسجل كل أنشطة سالم في البيت وفي المختبر اللي بيعمل فيه أبحاثه. بعد أيام من مراقبة سالم وجمع كل المعلومات المطلوبة بتيجي لجيمس رسالة من كاتيا علشان يرجع للقاعدة. لما بيوصل هناك بيقابل جيمس مايك وكاتيا وواحد تاني من زمايلهم اسمه بوبي، وبيعرفوا مايك إن سالم بيطور سلاح بيولوجي شديد الخطورة علشان يبيعوا لجماعات إرهابية كبيرة. مهمتهم هي قتل سالم وسرقة كل بياناته البحثية المتعلقة بالسلاح البيولوجي من معمله. مع ذلك بيكون للمعمل نظام أمني متصل بمركز الشرطة اللي قريب منه، عشان كده لازم ياخدوا حذرهم كويس. وبيحطوا خطة بديلة إن في حالة محاصرتهم من شرطة برلين ممكن يجروا ناحية الغابة في أنفاق النهر. في نفس الليلة بيجهزوا كل الأسلحة والمعدات اللي هيحتاجوها قبل ما يمشوا. لما بيوصلوا للمكان بيبدأ جيمس واللي معاه يتسللوا للمكان، وبيقتلوا الحراس واحد ورا التاني، وبينجحوا إنهم يقتحموا مبنى المختبر، وبيبدأوا يدوروا في الأوض لحد ما بيلاقوا سالم، وبيهددوه على الفور عشان يسلم كل البيانات والأبحاث بتاعته.
وبيأمر مايك بوبي إنه ينقل كل البيانات لأجهزة الكمبيوتر بتاعتهم، وبيطلب من جيمس إنه يقتل سالم. وقتها بيحاول سالم إنه يتوسل لجيمس إنه ما يقتلهوش، لأنه مجرد عالم بيحاول ينقذ حياة الملايين من الناس من خلال أبحاثه. وبيطلب من جيمس إنه يساعده إنه يأمن نسخة من البيانات دي ويحطها في خزنة البنك، وما يكونش مسموح لأي حد إنه يشوفها غير مراته. لكن جيمس مش بيصدقه وبيديله حقنة فيها سم قاتل وبيموت على الفور. لما بيتأكد إنه مات بيولع نار في المعمل كله وبيحاول يظبطها بحيث يبان إن سالم مات في حادثة. لكن وهم خارجين من المعمل بيلاقوا عربيتين شرطة محاوطينهم، فبيضطروا إنهم يدخلوا في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة. وللأسف بيموت كاتيا وبوبي، وبيتصاب مايكو برصاصة في رجله، وبيبدأ الوضع كله يزيد سوء. بيشيل جيمس مايك على الفور وبياخده للغابة علشان يقدروا يستخبوا في النفق بتاع النهر، وبيغطسوا لدقايق في المية. بعدها بيستريح مايك وجيمس شوية في مكان آمن علشان يقدر جيمس إنه يعالج جروح الرصاصة اللي في رجل مايك، لدرجة إنه بيضطر ينقله كمية كبيرة من الدم لأن مايك بيكون اتعرض لنزيف شديد وحالته بتكون حرجة. بعد ما مايك بيستريح بيقرروا انهم يرجعوا فورا للقاعدة، لكن اصابة جيمس اللي في ركبته بترجع تألمه تاني لدرجة انه مش بيكون قادر يقف. فبينصح مايك انه يروح لوحده ويسلم بيانات البحث الروستي، وهو هيجي وراه اول ما رجله تخف. وعشان المهمة تنجح مش بيكون قدام مايك اي حل غير انه يسيب جيمس ويروح لروستي الاول علشان يسلموا البيانات. قبل ما يمشي بيأمر مايك جيمس انه يروح لفندق اسمه سالفينا ويستناه هناك لحد ما يرجع وياخده. بعدها بكام ساعة بتكون ركبة جيمس خفت وبيروح وقتها لفندق سالفينا زي ما امره مايك. وفي الأوضة بيلاقي جيمس جواز سفر سايبهوله مايك ومعاه رسالة بيقول فيها انه هيرجع خلال 6 ساعات، لكن بيقعد يستنى لفترة طويلة ومش بيجي مايك خالص. وبيحس جيمس انه في حاجة غلط فبيقرر انه يمشي من الفندق، وبيتصل بعدها بروستي عشان يسأله على مكان مايك. فبيعرفوا روستي ان مهمتهم اتكشفت والشرطة بدأوا انهم يطاردوهم، وان مايك مرجعلوش اساسا عشان يديله بيانات البحث، وبيعتقد انه ممكن يكون مات في الطريق. بعدها بيؤمر روستي جيمس انه يعرفه مكانه عشان يقدر يبعت له ناس ياخدوه. لما بيشوف جيمس الناس اللي بعتهم روستي بيحس بالقلق وبيقرر انه مش هيروح معاهم لانه بيكون شاكك انه روستي هو اللي قاتل مايك، وبيطلع احساسه صح. بعد فترة صغيرة بيروح جيمس في اتجاه بعيد عنهم، فبيتعصب روستي وبيأمر رجالته انهم يقبضوا على جيمس ويقتلوه على الفور. لما بيسمع جيمس صوت ضرب النار بيجري بسرعة عشان ينقذ نفسه من رجالة روستي، وبيحصل مطاردة شرسة ما بينهم وبيهرب من تحت ممر الجسر وبيقتل 2 من رجالة روستي. قبل ما واحد منهم يموت بيسألوا جيمس عن روستي فبيعرفوا انه بعتهم عشان يقتلوه. بعدها بيبعت جيمس رسالة لروستي على تليفونه من موبايل الراجل بتاعه، فبيفتكر روستي انهم قتلوا جيمس. بعد رحلة طويلة ومرهقة بيستريح جيمس في محطة مترو الأنفاق، في نفس الوقت بيفكر في خطته اللي جاية. في اللحظة دي بيفتكر جيمس كلام سالم ليه وانه طلب نسخة من بيانات البحث اللي كان مخبيها في خزنة البنك. تاني يوم بيروح جيمس البيت سالم وبيطلب من مراته انها تاخد نسخة من بيانات البحث اللي في البنك. بترفض مرات سالم في البداية لكنه بيضطر انه يهددها بابنها عشان تقتنع، فبتضطر انها توافق على طلباته. وبيروح عشان ياخدوا البيانات من خزنة البنك، وبتدي مرات سالم البيانات لجيمس. وبيبدأ جيمس على الفور يتحقق من البحث اللي عمله سالم، وبيتصدم لما بيعرف ان سالم كان مجرد عالم عادي وانه كان بيطور لقاح عشان يعالج فيروس خطير منتشر في العالم. وبنعرف انه كان ناوي يوزع اللقاح مجانا على كل اللي محتاجينه، لكن بعض الشركات التانية عاوزين ياخدوا منه فكرة اللقاح عشان يبيعوه ويستفيدوا بمكسب شخصي. لما بيعرف جيمس المعلومات دي بيقرر انه يرجع لامريكا باستخدام جواز السفر اللي سابوله مايك. لما بيوصل امريكا بيروح جيمس البيت مايك وبيبلغ مراته ان مايك مات، لكن فجأة بنكتشف ان مايك لسه عايش، وده خلى جيمس يفتكر انه اتآمر مع روستي عشان يقتلوه. تاني يوم الصبح بيراقب جيمس مايك وبيمشي وراه عشان يقدر يعرف خطته الحقيقية، لكن واضح ان مايك حس ان في حد بيراقبه وعشان كده قرر انه يعمل كمين للناس اللي بيراقبوه. لما بيكتشف انه جيمس بيتفاجئ جدا لانه بتكون جات له اخبار من روستي ان جيمس مات في مهمته الاخيرة، وعشان كده ما راحش مايك معاه للفندق زي ما وعده وراح لامريكا لوحده، وانه ما كانش عنده اي نية انه يخون جيمس، وده معناه انه روستي هو اللي لعب بيهم هما الاتنين. في نفس الوقت بيكون جيمس قرب انه يقتل مايك لانه كذب عليه بخصوص الغرض الرئيسي للمهمة وبخصوص البحث اللي كان عامله سالم.
فبينصحوا وقتها مايك انه ما يرجعش لبيته، لان روستي لو اكتشف انه لسه عايش هيقتله على الفور، وهيكون كمان في خطر على عيلته. وقتها بيقرر جيمس انه لازم يقتل روستي ورجالته، لانه مش بيكون قدامه اي حل تاني. وقتها بيكون مايك حاسس بالذنب ناحية جيمس، وبيقرر انه هيساعده ينتقم من روستي. في نفس الليلة بيطلب مايك من روستي انه يقابله. في نفس الوقت بيتسلل جيمس البيت روستي من الباب الخلفي، وبيبدأ جيمس ومايك يضربوا نار على كل اللي في المكان، وبيقتلوا رجالة روستي واحد ورا التاني. وبيحصل قتال عنيف جدا ما بينهم، وبينجحوا انهم يخلصوا عليهم. وبيضرب مايك وروستي نار على بعض، فبيموتوا هما الاتنين في القتال. وقتها بيروح جيمس الروستي واللي بيكون بيطلع في الروح، وبيضربه بالرصاصة في نص دماغه من غير أي رحمة. وبيجري جيمس بعد ما نفذوا مهمتهم عشان ينقذ مايك بسرعة ويوديه للمستشفى، لكنه للأسف بيموت وهما في الطريق، لأنه بيكون مصاب إصابات خطيرة. تاني يوم بيولع جيمس في مايك وعربيته عشان ما يبقاش ليهم أي أثر، وبيرجع لبيته مرة تانية عشان يقابل عيلته. وبيقرر انه ياخدهم ويسافروا برا امريكا علشان يبدأوا حياة جديدة. وبنستفيد من الفيلم ده اننا ما نخونش ابدا اللي بيضحوا علشاننا. لايك للفيديو لو عجبك، وشاركنا برأيك في التعليقات، وقول لنا اسم الفيلم لو عرفته. وما تنساش تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا الجاية.